السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم جيده. مرحبا بكم في قناتي جديده ايمان كوكين انسبيريشن. ان شاء الله غتكون هذه القناه مخصصه فقط للفيديوهات ديال الطبخ، وغيكون ان شاء الله هذا اول فيديو نبداه ونقول معكم بسم الله. كنتمنى تدعموا القناه بسبسكرايب، وما تنسوش اللايك، خليو لي تعليق وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم في الواتساب وفي الفيسبوك. دابا نبداو في الفيديو على بركه الله. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الرفيسه المغربيه على حقه وطريقه، كتجي هماويه في الحطه وفي الديكور تاعها، واهم من كل شيء المذاق لا يقاوم. خليكم معايا وفرجه ممتعه. من بعد ما كنغسل الدجاج مزيان بالملحه والسكنجبير الحامض والخل، نخليهم فيهم واحد شويه، ومن بعد كنشلو وكنخليه حتى كيتسكطر مزيان وكنشفو مزيان. من بعد كندير فيه هكا فتحات بالسكين في الصدر ديالو في الفخاد تاعو باش كيتشرب ليا مزيان الشرموله اللي غادي ندير فيها الزعفران اللي كتعتبر مكون اساسي في المطبخ المغربي، خصوصا في الاطباق التقليديه. فغادا ناخذ من زعفران غادا نديرو في كاس، وغادا نزيد عليه الماء طيب وغنخليه على جنب باش يطلق مزيان. من بعد غادا نبدا ندير في التوابل. عندي هنايا البزار، عندي خرقوم عرق، عندي السكنجبير، راس الحانوت مسخن بطبيعه الحال اختياريين، وعندي الملحه، ومن طبيعه الحال السمن المغربي اللي هو كيتعتبر من المكونات الاساسيه في الطبخات التقليديه المغربيه. ايوا يا الحاد قاعد ضروري ما نلبس اللي قاعد توعي باش نخلط هاد الشرموله باش ما تصبغش ليا في ايديا. فكنضيف الماء ديال الزعفران وغنخلط هاد الشرموله. بالنسبه للكميه ديال التوابل كتبقى اختياريه من شخص لاخر، يعني حسب الذوق وكذلك حسب الكميه ديال الرفيسه اللي غادي ديروا. صافي غادا نخلط هاد التوابل مزيان مع داك الماء ديال الزعفران. كيف كتلاحظوا ما داير لا زيت لا والو. في المرحله ما كيدارش الزيت، لانه قاعده دائما كنقولها لكم ملي كتبغوا تشملوا شي حاجه ما يكونش فيها الزيت باش تشرب اكثر. فكنخلطوا هذا الخليط وكنبداو نلبسوا فيه الدجاج اللي كيتنشف مزيان قبل ما تشرملوه. كيف كتلاحظوا غادي نشرملوا الدجاج من برا ومن الداخل وحتى تحت الجلده البنات مزيان مزيان. وكيف كتلاحظوا البنات بالنسبه للجلده انا ما مخليهاش بزاف، يعني نقص منها كل واحد والذوق تاعو. في الجلده خليت غير القياس اللي غادي يجمع لي الدجاجه وخليها طيب مجموعه. ومن بعد ما عطيتو حقه في التشرميل مزيان وكل كنت مساتو الشرموله، غادا ناخذ هذا الخيط ديال المطبخ وغادا نجمع عليه رجليه. بالنسبه للدجاج في المغرب يعني ملي كنجمعوا ليه رجليه كتقدروا تجمعوه بجلده، ولكن كيف قلت لكم انا نقصت الجلده فجمعت ليه رجيلاته بالخيط وجمعت ليه جنيحاته. صافي. ومن بعد غادا نديرو هكا في واحد الوعاء وغادا نخليه ليله كامله في الثلاجه. كتبقى في الشاموله قد مزيان تقدروا تخليوه على الاقل ساعتين. صافي. من بعد غادا ناخذ البصله وغادا نقطعها جوانح. بالنسبه في الرفيسه الجوانح ديال البصله كتبغي تكون غليظه ما ترقوهاش بزاف، وكذلك يفضل لو انكم تستخدموا البصله البيضاء او البنيه. بطبيعه الحال الا ما كانوا متوفرين وكانت غير البصله الحمراء اللي متوفره فديروها ماشي مشكل، ولكن يفضل البصله البيضاء او لا البنيه لانهم هما اللي كيتماشاو مع الرفيسه اكثر. بالنسبه للكميه ديال البصله انا درت تقريبا 10 البصلات. من بعد غادا نزيد على هذه الكميه اللي قطعت. كيف كتلاحظوا درت نصف هذه الكميه في الطنجره كبيره، وخديت كل دجاجه درت في الداخل ديالها كبه ديال الثوم كيف كتلاحظوا في الفيديو. ومن بعد كندير الدجاج في الطنجره على السر ديالو، وغادا نزيد 3 الكوبات اخرين ديال الثومه كتعطي واحد المذاق رائع الرفيسه. كتقدروا من بعد تزينوا بها حتى هي. صافي درت كوبطه ديال التربيع. وهاد المرحله عاد غادا ندير زيت الزيتون، ولكن ما تقوش الزيت بزاف لانه الرفيسه كيكون فيها ديجا الزيت في التريد، فكنديروا غير واحد الكميه قليله اللي يطيب فيها الدجاج.
صافي كنخويو هذا الماء اللي كان مع الدجاج. غادا ندير واحد المعلقه كبيره ديال الحلبه في المرق، بطبيعه الحال يمكن لكم ما ديروهاش في المرق اللي ما تبغيوش. وغادا نزيد واحد 4 المعالق كبار ديال الحلبه، غادا نديرهم في هذا الكيس هذا بحيث غادي يطيبوا في المرق. بغيتوا طيبوهم بوحدهم لكم الاختيار. بالنسبه لينا حنا انا كيعجبنا الحلبه في الرفيسه، فكنطيبهم في المرق، منها كيطلقوا البنه ومنها كنزين بهم. صافي غادا نرد هاد الدجاج يطيب، وغادا نبقى كما كتلاحظوا هكا مره كنحركو وكنقلبو. من بعد ما كيطيب كنحيدوه من الطنجره، ومن طبيعه الحال غادا نحيد هذاك الثومه وهذاك الربيع اللي كنت دايره. عندي هنا 300 غرام ديال العدس، درتو في السيميلين باسكيت ديال تاموميكس وخويت عليه الماء طيب وخليته مرقد. قد ما ترقد قد ما مزيان. كيف كتلاحظوا هنا طلق داك الصباغه ديالو بهذه الطريقه، كيعطي نتيجه زوينه سواء في المذاق وكذلك كيبقى في القشور ديالو. كيف كتلاحظوا غسلته حتى تصفى الماء ديالو عاد نقي، ودرتو في الكاس ديال الترموميكس لانني غادا نطيبو فيه بواحد الطريقه سهله. فرجعت الطنجره اللي طافيها الدجاج وزدت على المرق الماء طيب، وعاود زدت التوابل حتى حسنت الطعم ديالو، يعني ذاقت وجاني هذاك المذاق. يعني غادي يطيب ليا فيه العدس وطيب ليا فيه البصله ويجيو المذاق ديالهم مزيان. صافي غادا ناخذ من هذا المرق هذا وغادا نضيفو العدس في الكاس ديال الطيمون حتى غادا نغطيه. من طبيعه الحال الا ما عندكمش طاموميكس غادي نديروا طنجره اولا كسروله اخرى وغاديروا نفس الطريقه، عاد تعمروا على العدس وتخليوه يطيب بوحده. ولكن صراحه في الطاموميكس كيعطي نتيجه زوينه وكيجي ساهل. كيف لاحظتوا انا غطيت عليه هكا بالمرق اللي ديال الدجاج. صافي وغدا نسد عليه وغنخليه يطيب في الطاموميكس 30 دقيقه 120 سلسيوس او لافاروما اللي كنتو غتبخروا تريد سرعه ديال 4 باش هذاك المرق كيبقى يطلع العدس وكيطيبوا. وشوفوا البنات النتيجه كيفاش جات سهله، يعني خليته ومشيت حتى جيت لقيته هكا طايب. وهذا المرق ها هو تعزل بحيث من بعد غدا نستخدمه. بالنسبه للمرق اللي بقى ليا في الطنجره زدت عليه ما تبقى من البصله وطيبتها. من بعد حسيت بهاد البصله ما كافياش، درت ليها نفس الطريقه اللي درت العدس. طيبتها حتى هي في السيميلين باسكيت ديال تاموميكس، ولكن خدات لي 40 دقيقه وهكا باش حات عندي الكميه كافيه. في هذه المرحله هذه راه كانت الكميه بانت لي ماشي كافيه، داكشي علاش عاودت زدت ولكن ما صوتش هذاك المرحله فاش كانت كطيب البصله في الطيبوميكس. من بعد صايبت واحد الخلطه اللي كنديرها ملي كنبغي نحمر الدجاج سواء الرفيسه اولا اي وصفه مغربيه كيطلب فيها تحمر الدجاج باش كيجي الدجاج محمر بواحد اللوين كيفتح النفس وكذلك كيجي المذاق ديالو رائع جدا. اول مكون اساسي كنستخدموه هو زعفران شعره، كناخذ منه واحد شويه وكنديروه فوق الطنجره اللي كنكون كنطيب فيها الدجاج وهكا كيعود محمص. فكنحيدو كنديروه جبانيه صغيره وكنفرتو بهذا الشكل. كنزيد عليه ما سخون اولا المرق ديال الدجاج، وكتزيدوا عليه السمن المغربي وكتزيدوا عليه الزبده وكنزيد عليه شويه ديال السودانيه. تقدروا في بلاصه السودانيه ديروا الهريسه. كنخلط هاد المكونات مع بعضها وهكا كتكون الخلطه جاهزه. ومن بعد ما كيطيب الدجاج كندهنو بهاد الخلطه من اللور ومن الامام. من بعد ما كنحيد لي الخيوط اللي كنت حاسبهم به، كذلك دهنت بها الثومه اللي كنت طيبت مع هاد الدجاج، كتجي حتى هي بنينه بهاد الخلطه. وصافي كندخل الدجاج يتحمر في الفرن حتى الثومه كتحمر معاه، وهذه هي النتيجه. كيجي اللون ديالو مذهب ومحمر وشهوه منه. صيبت كذلك هاد المرافقات اللي غادا نزين بها الرفيسه واللي بطبيعه الحال كتكون اختياريه واللي غادا نشاركها معكم في التالي. خديت التمر ديال العجوه اللي كيكون اللون ديالو كحل، كيكون المذاق ديالو رائع جدا. مسحته بالماء ديال الزهر وفتحته بالسكين وحيدت ليه العظم تاعو، ودرت في القلب ديالو العقده ديال اللوز اللي زينتها بهذا الروز اللي كيكونوا صغيورين وكيكون فيهم هذا اللون الرائع، كيعطي واحد الشكل زوين في التزيين. وبالنسبه للوز من بعد ما حيدت ليه القشور ديالو قليته في الترموميتر. تبعت هاد الوصفه اللي كاينه في كوكي. وبالنسبه لبيض السمان من بعد ما سلقته وقشرته بقيت كناخذ كل وحده على حيده وكنديرها في العود ديال المطبخ وكنبقى نمررها في الحبوب ديال حبرشات. حبرشات كيتمشى مع الرفيسه فعطى واحد التناسق اللي زوين بزاف. والشريحه والكيوي بخرتهم في الطاموميكس حتى طابوا وعسلتهم في خليط الزبده والسكر البني، سكر نكهه البرتقال والقرفه، وزينتهم بجوز البقان.
ايوا يا الحادقات، بالنسبه للتريد انتظروني ان شاء الله غدا نشاركو معكم في فيديو خاص به باش نعطي حقه في الشرح. وكيف كتلاحظوا هنا كنبخر في التريد ديالي. غدا ناخذ السمن وغدا نديرو في المرق. وكيف كتلاحظوا عندي هنا علين 2 اطرو ديال المرق باش غدا نسقي هاد الرفيسه. وكيف كتلاحظوا ادم ولدي كيقول لي تامز اب جود جوب ماما. واحد القضيه البنات بغيت نشارك معكم، ما عرفتش اللقطه ديالتها فين مشات. هو قبل ما تسقيو الرفيسه دائما ديروا المرق في الطبق، عاد ديروا التريد باش كتسقى لكم احسن. فكديروا المرق في الطبق اللي غتقدموا فيه، كديروا التريد وعاد كتعاودوا تسقيو وعاد كتبداو تحطوا التزيين ديالكم. كيف لاحظتوا يعني حطيت الدجاج تاعي في الوسط ديال الطبق وغندور عليه هاد التريد اللي صايد. بالنسبه للتريد البنات كل واحد وكيفاش كيبغي يقطعوه. المهم انا ان شاء الله غدا مازال نشارك معكم فيديو خاص بالتريد. صافي من بعد ما دورت هذاك التريد اللي صاين في الجوانب غدا نعاود نمرق مزيان. هي الرفيسه قد ما مرقتو قد ما مزيان لانها كتشرب مزيان وكتبغي المرق مزيان. صافي كنعاود نسقي حتى الدجاج باش حتى هو يعاود يتشرب هذاك المرق وما يجيناش ناشف. وما تخيلوش البنات هاد الدجاج شحال جا لذيذ وهاد الرفيسه شحال جات لذيذه. صافي من بعد ما نسقيه مزيان غدا نعاود ندير هكا البصله. كيف لاحظتوا البصله زادت الكميه ديالتها. كيف قلت لكم انا عاود زدتها. بالنسبه للبصلات تقريبا درت شي 10 البصلات هكا كبارات باش كفات لي هاد الكميه ديال الرفيسه اللي درت. صافي غدا نحط البصله هكا كيف كتلاحظوا في الفيديو. واحد الحاجه البنات راه بالنسبه للرفيسه كيف كتعرفوا راه يمكن لكم طيبوا البصله مع العدس وتحطوهم مجموعين. يعني هذه هي الطريقه يعني العاديه التقليديه. ولكن ملي كتبغوا ديروا هكا حتى بريستيج للضياف ديالكم ما فيها باس الواحد يدير هكا يعني يبدل شويه ويدير واحد الحطه اللي يعني كيف كنقولوا حنا في المغرب العين كتاكل قبل من الكرش. ف كيف لاحظتوا يعني هو العدس حتى هو كنحطو بهذا الشكل. بقات ليا العدس يعني مجموع في داك السمير باسكيت يعني طاب بواحد الطريقه رائعه جدا وتصفاو يعني وكنحطو على خاطري كيف كتلاحظوا. بطبيعه الحال كيف قلت لكم في القبل يعني يمكن لكم طيبوه في طنجره عادي ماشي بالضروره تhermomix، ولكن اللي عندكم thermomix يعني استخدموه بهذه الطريقه. المهم البنات انا كنحاول انه نفيدكم هكا بافكار كيفاش تقدروا تخدموا بالتhermomix. كيف كتلاحظوا كنعاود نحط العدس حتى فوق داك البصل اللي درتو فوق الدجاج. وغدا ناخذ هاد البيض ديال السمان اللي قلت لكم درتو في حب رشاد وغدا نزين به الدجاج ديالي. بطبيعه الحال كيبقى التزيين اختياري. كيف لاحظتوا حتى داك الثومه اللي كنت طيبتها في الدجاج غالبا الثومات اللي كنت درتهم داخل الدجاجات هما اللي بقاو ليا صاينين وبقاو ليا زوينين للتزيين وعطاو بطبيعه الحال المذاق حتى الدجاج. يعني داك المذاق ديال الثومه ما تخيلوش الدجاج البنات شحال جا لذيذ يعني. وبقات الثومه صاينه حتى هي يعني كما لاحظتوا درتها في الفران واحد المذاق رائع جدا. صافي عن كيف كتلاحظوا زينت بالبيض ديال السمان اللي بطبيعه الحال اختياري. تقدروا ديروا البيض ديال الدجاج حتى هو الا كان هو اللي متوفر. وما تخيلوش ولادي في هذه اللحظه شحال كانوا محمسين واقفين عليا لان الريحه ديالتها كانت كتهبل في الدار. ومن طبيعه الحال مره كنعاود نسقي الرفيسه. يعني راكم عارفين الرفيسه قد ما سقيتوها قد ما كتزيد تشرب. صافي غادي نعاود نضيف هاد الشيء اللي شاركت معكم ديال الزينه. كيعطي واحد المنظر زوين الرفيسه خصوصا الا كان عندكم هكا الضياف. هنا هاد الطبق البنات كنشارك معكم يعني طبق للضيافه البنات. هكا اللي كان عندكم الضياف. اما بطبيعه الحال الا كنتو غير بوحدكم وما عندكمش الوقت ولا ما عندكمش الجهد ديروا هاد الاضافات هذه ماشي مشكله. عندكم الوقت وعندكم الجهد حتى نتوما تهلاو في راسكم. علاش لا؟ ماشي ضروري حتى يكون عندنا الضياف عادا نقدموا الاطباق ديالنا يعني بهاد الصوره. صافي غادا ندير البنات اللوز من الفوق ومن بعد غادا ندير داك الحلبه اللي طابت معزوله في الطويجنات. من طبيعه الحال كندير عازل تحت منها عاده كنحطها فوق من هذاك الدجاج. صافي هكا كيكون الطبق ديالي كتعمل. تقدروا هكا تقدموه للضياف ديالكم وتقدموه حتى لوليداتكم. علاش لا؟ طبق يعني شكلا ومذاقا رائع جدا. كان هذا هو الشكل ديال الطبق. كنتمنى انه يكون يعجبكم. قدمته لحبابي وكل فرح.
وما تنساوش تتابعوني في الانستغرام في صفحتي الخاصه بالطبخ ايمان كوكين انسبيريشن، اللي كندير فيها هكا وصفات اللي كتكون مصغره بحال هاد الوصفه ديال الرفيسه. يعني ديجا درت لها فيديوهات اللي صغيره بالنسبه للبنات اللي كيعجبوهم الفيديوهات الصغار، ما كيعجبهمش الفيديوهات الطوال بحال في اليوتيوب. وان شاء الله غنبقى نشارك معكم هنا في اليوتيوب وصفات يعني بشرح اكثر. ولا قلنا الرفيسه ضروري كنبغيو نصاحبوها باتاي. قولوا لنا نتوما في المنطقه ديالكم واش كيعجبكم ترافقوا الرفيسه باتاي مسيوب على حقو وطريقو بالنعناع اولا بالزعتر، كل واحد وشنو كيبغي يدير فيه. صافي غدا نقدم الشاي ديالي مع الرفيسه، وهكا كان طبق مكتمل. كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. ما تنسونيش باللايك وكومنتير وشاركوا في القناه الا كنتو باقيين ما شاركوش فيها. دابا بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، في امان الله، وشكرا جزيلا لكم. ارحمي يا راحت العقل ترحامي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. أمولتي الحب والهوى والعشق ونار الغرام، من حال الصبا في عضايا قامو، كل واحد دار مقامو، في موجتي وضحى بحسامو، مع السهامو يطعن ويزيد في الجرح عدامي، في غراض هاد الدامي، غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنواننا بالمرحمة. وبالنسبه للبنات اللي كاينين في امريكا وبغاو الترموميكس، مرحبا والف مرحبا. انا كونسيي ديال الترموميكس في امريكا، اللي بغات تشريه اولا تعود تبيعو تواصل معايا. مرحبا والف مرحبا. وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وخليو لي لايك وخليو لي تعليق وديروا بارطاج الفيديو مع صحابكم وحبابكم باش القناه ديالي وديالكم تزيد تكبر بكم وبهم. تمام بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، في امان الله، وشكرا جزيلا لكم. كيفاش تقدروا ديروا اوردر من الموقع تاعي عبر التليفون ديالكم؟ كتدخلوا www.imanartisan.com وغادي يطلع لكم الموقع تاعي على هذا الشيء. غادي تمشيو لهاد 3 شرطات في الاعلى واختاروا القائمه الخاصه بالمنتوج اللي بغيتو. مثلا اختاريت وود ارتيزان اللي فيها كل ما يتعلق بالزواقه. اختاروا الشكل والحجم والعدد اللي بغيتو، ديروا اد تو كارت. يمكن لكم ديروا تشيك اوت الا ساليتو، او يمكن لكم ديروا كونتينيو شوبين الا مازال باغيين تزيدوا شي حاجه. يمكن لكم تختاروا الاكسسوارز اللي كتماشى مع الشكل اللي اختاريتو عبر كتابه الارقام اللي مرافقه عليه. مثلا الزواقه اللي اختاريت رقمها 001 كيطلع لكم كل ما كيتماشى معها، بحال التكايات، توابل، ثمانيات، اوركنات. الا درتو تشيك اوت كطلع لكم هاد الصفحه كتدخلوا فيها المعلومات تاعكم وكديروا كونتينيو تو شيبين، ومن بعد كيطلع لكم الثمن تاع الشحن اللي يقدر يكون فري شيبين الى الاوردر تاعكم فات $70. من بعد كديروا كونتينيو تو بايمنت وكيطلع لكم هاد الصفحه فين يمكن لكم تدخلوا المعلومات ديال الديبيت او الكريديت كارد تاعكم. ممكن لكم تختاروا باي بال او شوب باي، ومن بعد كديروا باي ناو، ومن بعد كيوصلني الاوردر تاعكم وكندير ليه باكين وكنرسلوا لكم وكل فرح. وشكرا جزيلا لكم.